السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جايبه لكم تردد حلو جدا جدا، وكل بيت بصوا بيسألني على القناة ديت من صحابي ان انا بشغل سورة البقرة على طول كل يوم يوميا. طبعا القناة القرآن الكريم دي شغالة 24 ساعة، بتبتدي من سورة البقرة للسور كلها وبتعيدها، يعني كل شوية تعيدها. طبعا احنا كنا الاول بنشغل النت ونشغل سورة البقرة، وبعد كده ايه كل 3 ايام نشغلها تاني، انما دي بقى انت هتشغليها على طول عندك، كل يوم هتشغليها. انا طبعا كل يوم لازم اشغل القناه دي الصبح. وانا هقول لكم التردد بتاعها، كانوا صحابي برضك بيسالوني على التردد بتاعها، فانا حبيت ان انا وانزله كمان عملي، بحيث ان ايه اللي ما بيعرفش طبعا ينزل الترددات، اي تردد انت حابه تنزليه انا هنزله لك. طبعا احنا نزلنا قبل كده فيديو، اول ما جبت التلفزيون جديد انا شغلته وحطيت الترددات ونزلته كمان، جاب مشاهدة كويسة من غير طبعا ما استعين بقى بتاع الدش والمهندس بتاع التلفزيون. فانا عملته ونزلت الفيديو ده، وما شاء الله جاب لي مشاهدات عالية. النهارده بقى هنزل لكم التردد، وهعلمك ازاي تنزلي التردد من غير بقى ايه ما تستني جوزك او بتاع الدش. تمام كده ان شاء الله هنعمله وهيبقى سهل جدا. اول حاجه هعملها هجيب طبعا الريموت بتاعي بيبقى فيه الزرار بتاع الاعدادات، بدوس عليه بيجيلي الخلفيه ديت، هدوس على اخر واحده اللي فيها جميع الاعدادات، دي اخر واحده فيها كده 3 نقط فوق بعض تحت خالص، مش ديت طبعا، دي اللي تحت. طبعا الريموت ساعات بيعلق. هتفتح معايا الصورة ديت، هنزل بالايه بالقنوات، وهختار توليف القنوات. اول واحدة لا دي شبكة، هطلع لفوق واجيب القنوات. هتفتح معايا توليف القنوات، هجيب اول واحدة. تمام كده. اخر حاجة اعمل هنا تعديل نطاق الاستقبال، ده دي اخر حاجة. هدوس على اول تردد، طبعا ده النايل سات، هدوس عليه وهيفتح لي الترددات دي كلها. تمام كده. دوست على علامة زائد، لما دوست عليها في الجنب كده ظهرت لي هنا دي الترددات. بصوا اضافة تردد. طبعا اول حاجة هحط ايه جايب لي التردد، هحط التردد بتاعي. اي قناة انت حابة تضيفيها انت ممكن تجيبها من جوجل، فانا جبت التردد ده من جوجل، فهو 12 2 50. ده طبعا هيفتح لي قنوات كتيرة، من ضمنهم بقى القرآن الكريم. دلوقتي كده انا بكتبه، نزل اهو، انا كتبته كده. الاستقطاب ده بقى اللي يقولك افقي ولا رأسي ولا عمودي، فانا هعمله رأسي اللي تحت على طول، وتحت معدل الترميز انا هعمله 27 500. بصي بقى بعد ما كتبته ابتدى ايه الخط بقى الاشاره تظهر معايا زي ما انتم شايفين كده، ظهرت معايا. انت لو هو مش متضاف عندك هتعملي اضافه، فهو هيتضاف فوق هيقولك تم الاضافه بنجاح، انما لو انت ضايفاه هيقولك ان هو موجود عندك بالفعل. فانا هقول موافق عشان هو موجود فعلا. فانا بعمل لكم الخطوات ديت عشان انتوا تبقوا عارفينها. هرجع تاني مكان ما كنت من الجنب. بصوا من الجنب، طبعا التلفزيون بتاعي LG سمارت. تمام كده. هبتدي بقى ادخل توليف يدوي، يعني بشوف القناة بتاعتي موجودة التردد اللي انا حطيته ولا لأ.
فهبص بقى هنا، هبص على التردد بتاعي، هنزل وهشوف التردد موجود بالفعل ولا لا. 12 2 50، 12 2 50. تمام كده. زي ما انتم شايفين هو موجود عندي بالفعل. تمام كده. هدوس عليه، ولو هو مش موجود انت طبعا هتكوني نزلتيه. هبتدي بقى هعمل ايه؟ بحث الشبكة، تشغيلها، وهعمل هنا ايه؟ تحديث. طبعا كلمة تحديث ديت عشان هو موجود فهيجيب لك اضافة، فانت بتدوسي عليها اضافة. هيبتدي بقى يبحث على قنوات كتيرة، مش هي القناة دي بس، ده هينزل لك قنوات تانية. بصوا عامل ازاي اهي، جاري تحميل القنوات اهو. بصوا بقى تحت كده بينزل ايه؟ بينزل القنوات اهي. بص عمال يعد القنوات ازاي، بيعد لحد ما نزل اهو. دلوقتي القناه بتاعتي اللي انا عايزاها، القرآن الكريم، اشتغلت اهي ما شاء الله. التردد جابها على طول اهي. طبعا بقى لو انت حابه بقى تنزلي يعني تشغلي اي تردد تاني اهي، بسم الله ما شاء الله اشتغلت. كنت والله قعدت اسبوع مش عارفه اجيبها خالص عشان التردد اتغير، فانا جبته بقى ونزلتها. برجع بقى تاني خالص، ببتدي ارجع مكان ايه؟ مكان خالص في الاول. طبعا كده احنا خلصنا التردد اللي احنا نقدر ننزل اي تردد انت حابه تنزليه على تلفزيون LG سمارت. ده التلفزيون بتاعي. ولو طبعا قبل ما تعملي اي حاجه انت ممكن تحطي كده في السيرش هنا، تكتبي القناه اللي انت عايزاها، ممكن تكون موجوده عندك في السيرش هنا. يعني انا هنا بنزل يعني مثلا لو عايزه روتانا سينما او MBC اي حاجه، فبكتبها وبتظهر عندي. فبعد ما بتخلصي التردد لو ما لقيتوش نزل زي ما نزل عندي كده بالظبط على طول، انت ممكن تنزليه طبعا تبحثي عنه في السيرش. فانا هنزل لكم، هكتب لكم اسم القناه بالانجليزي القرآن الكريم، فهتنزليها وتكتبيها هنا، ممكن تكون هي موجودة عندك من غير ما تتعبي ما تتعبيش يعني نفسك. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.